بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم ارحم أبي واغفر له واجعله من أهل الجنة يا رب. اللهم ارزق أبي الفردوس الأعلى في الجنة يا رب. اللهم اجعل قبر أبي روضة من رياض الجنة يا رب، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اليوم رايحة أشارك معكم وصفة طاجين الجلبانة بكريات القرنون، وصفة رمضانية بامتياز. شوفوا، اقتصادية وبزاف بزاف بزاف بنينة. هاد الوصفة أي حصريا على قناتي، كنت درتها لكم في قناتي الأولى، كاين بزاف اللي ما شافوهاش. هاد الوصفة كما قلت لكم راهي حصرية في القناة نتاعي، ما حيت تلقاوها حتى في قناة. اي وصفه جديده وتجيكم بزاف بنينه. شوفوا جربوها، راهي اقتصاديه خاصه في شهر رمضان الكريم. وبلا ما نطول عليكم حبيباتي، نقول لكم شوفوا معايا المكونات وطريقه التحضير. وقبل ما نبدا لكم في الطريقه، نقول لكم ما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو وتبارطاجيوه مع صحاباتكم وحباباتكم، بهكا كامل تجربوه في رمضان. نبداو بسم الله على بركة الله. في كوكوط ولا في طنجرة حطيت ملعقة نتاع السمن وشوية تاع زيت الزيتون، ونحطو قطعة تاع الدجاج. تقدروا ديروا تاني باللحم كيما حبيتو، يعني الشي اللي متوفر عندكم طيبوا به. هذه هي، انا حطيت الطرف تاعي الساع تاع الدجاج قليته هو الاول، ومن بعد نحطلو حبة بصل مربية مع حبة تاع طماطم كذلك مربية. يعني هذا واش حطيت، نقليوهم مليح. وبالنسبة للتوابل نحتاجو الملح وفلفل الكحل وفلفل احمر حلو. هادو هما التوابل اللي نحتاجوهم كي شغل رايحين نديرو صوص غوج. هذا ما كان، قليو مليح البصله والطماطم مع الدجاج. وكما على بالكم باش تجيكم الماكله بنينه لازمكم تقليوها مليح. هنايا درت حبه نتاع السناريه قصيتها دوائر، كانت عندي حبه كبيره، وتقدروا تستغناو عليها بالنسبه للناس اللي ما يحبوهاش. قليوها مليح. ومن بعد هنا نجي نضيف الجلبانه من بعد ما نكون غسلتها جيدا، نقليها هي تاني شويه. وشوفوا هنا رايحه ندير اضافه اللي هي ملعقه صغيره نتاع العسل، راح يعدل لكم الذوق نتاع الجلبانه وتجيكم حلوه تبل. وما تقولوش حتجيكم حلوه بزاف ولا او ما يبانش خلاص العسل في الجلبانه، ما يبانش خلاص. كما قلت لكم ابقاو قليو مليح ومن بعد امرقوها. ما تبرقوهاش بزاف، ديروها الشرور فهمتوا. مرقو قسم يتغطى لكم مع الدجاج والخضر. هذه هي، انا هنا قفلت لاكوكوط ربع ساعه كان طاب لي كلش. هذه هي. درك نروحوا للمرحله المواليه. بالنسبه للقرنون، انا القرنون كنت قشرته كما راكم تشوفوا ودرته بالقارص، ومن بعد نجي نقصو هنا ونحطوه في الاشواغ لانه رايحه نرحيه وهو خضر ما طايب ما والو. كي تقشروه وتكملوا حطوه طول في الاشواغ ورحيوه. اللي ما عندهمش الروبو ولا الاشواغ عادي يجيبوا السكرفاج وسكرفجوه. هنايا عندي كميه تاع اللحم المفروم ونضيف لها القرنون. هنايا كانوا عندي 4 حبات نتاع القرنون وكميه تاع اللحم المفروم. بالنسبه للتوابل، الملح، فلفل الكحل، رشه من الكمون والكزبر. وهنايا ضفت المعدنوس ونضيف 3 فصوص نتاع الثوم. لبالكم الكوريات هادو ولا لي بولات هادو يجيو يهبلوا. وكي تكونوا تاكلوا فيهم ما تقولوش خلاص بلي وقرنون، تحسوه كلي فيونداشي. روعه روعه روعه. هنايا ضفت ملعقه صغيره نتاع المارغرين وبديت نضيف في البيض تدريجيا. انا من بعد درت البيضه كامله، وهنا بنضيفوش لا شابلور، يعني غير البيض كما قلت لكم انا ضفتها كامل.
باش لميتها. ودرك نديرها على شكل كويرات، تحبوا ديروها اصابع يرجع لكم الاختيار. شوفوا هاد الوصفات في رمضان روعة، هايلين هايلين واقتصاديين ورايحين تتحصلوا على كمية كبيرة ما شاء الله. درك نجيب هادوك الكريات نرمضهم في الفرينة ومن بعد نقليوهم عادي. نبدلو شويه، دائما نديرو جلبانه وقرنون على الطريقه كما نقولوا التقليديه اللي ما فين نديروها. نبدلو شويه والله يجي روعه، من بكم يجي يهبل يهبل. وكما قلت لكم اقتصادي، حنا نحوسوا على الحوايج الاقتصاديه مع هاد الغلا. وشوفوا غير شويه تاع لا فيونداشي وانتم حضرتوا هذا الطبق. نكمل نقليهم كامل، وهادو هما من بعد ما قليتهم كامل. درك هنا نجي نحطهم في لاصوص هكا ونخليهم حتى يتجمروا مليح والمرقه تاعكم تلبي لكم، ومن بعد طفيو عليهم. وهذا هو طبق طاجين الجلبانة كريات القرنون في شكله النهائي. شوفوا جات بزاف 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 بنينه. وحتى تجربوا الطبق هذا باش تعرفوا على البنه اللي راني نهضر لكم عليها، خاصه هذوك الكريات. شوفوا لو كان تجربوا هذه الوصفه قلت لكم بلي رايحين تدعيوا لي، خاصه في شهر رمضان. كما قلت لكم راهي اقتصاديه، صح فيها لا فيونداشي لكن كميه قليله. هذه هي، بلا ما نطول عليكم نقول لكم حبيباتي ان شاء الله تجربوا الوصفه هذه وتقولوا لي في التعليقات كيفاه جاتكم. ودرك ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه، في امان الله.